المرأة بين فلسفة شوبنهاور والعلم الحديث. شوبنهاور نفى أي سحر جسدي عند إناث البشر وقال: نحن نخطأ حين نطلق جملة الجنس اللطيف على مخلوقات قصيرة القامة عريضة الأرداف، ولكن يجب استبدالها بجملة الجنس الضعيف لأنه تلائمهن أكثر، لكن قوتهن تكمن بضعفهن. فهو يقول ما دام هنالك امرأة واحدة موجودة على الكرة الأرضية، إذا كارثة الحياة والموت لن تتوقف. لذلك يجب تدمير المرأة. فهو كان ضد المرأة لأنه يعتبرها الطرف في استمرار الجنس البشري وعدم انقراضه. هذا كلام شوبنهاور. أما العلم الحديث فآخر الدراسات تقول أنه بالعكس تماما من كلام شوبنهاور. فتقول الدراسات أنه الكروموسوم واي المسؤول عن تكوين الذكور بالإنسان معرض للانقراض بعد 4 مليار سنة، بينما الكروموسوم إكس المسؤول عن تكوين الإناث هو اللي منتعش وهو إلى مستقبل زاهر.